اكبر تجمع صناع محتوى في العالم، قمه المليار متابع. بكل بساطه انا امنيه، وده مؤتمر بيتعمل كل سنه، والسنه دي وزعوا جوائز بقيمه 10 مليون دولار للمحتوى الهادف. وانا محظوظه اني رحت اول حدث ليهم زمان. اول ما دخلنا حصلت حاجه غير متوقعه، الشيخ محمد بن راشد دخل فجاه في نص الايفنت. بعدين عندنا على كل مقرات الشركات، سناب شات، يوتيوب، انستجرام، لينكد ان، وتيك توك. وبعدين وانا معديه لقيت نجيب سويرس وانس بوخش، قلت لازم اطمن على 012 احلام العصر. كانت من احلى الحاجات اللي حضرتها بصراحه. ولقينا شارع العلوم عايز يولع في النيتروجين المسال، عباس بن فرناس بنفسه. وسمعنا تجارب من ناس سافروا العالم حرفيا، وخدت المايك منهم بس خدوه مني. قال ايه؟ في حد جاي؟ لا حد ايه؟ دي نور كيوت قوي في الحقيقه والله. بعدين علي وايمان طلعوا ابدعوا، مش عشان صحابي. تاني يوم حسيت ان الموضوع محتاج بدله. دخلت اوضه لقيت فيها الدحيح. الطب النفسي حاجه مهمه وموجوده، والعلاجات موجوده، الامراض النفسيه موجوده وحقيقيه، ما بننكرش هذا الكلام. ولسه هخرج من القاعه لقيت المخبر الاقتصادي، بس المره دي ما كانش بيتكلم عن الاقتصاد والفلوس. بعدين عملت شويه مقابلات وقابلت اكتر بنتين بيقدموا محتوى علمي. رحت عشان اشوف مين كسب المليون دولار، وطلع سايمون. الف مبروك. بس اللي لفت نظري ان الشيوخ والشيخات حاجه قمه التواضع والرقي اللي مش هشوفهم في مكان تاني غير هنا. ورحت اغير عشان ابقى بدل امنيه بكل بساطه ابقى امنيه عوض هانم، عشان ننهي الحدث بحفله كايروكي. بكل بساطه عايزه اقول لكم حاجه واحده بس.